ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نقول وصفة النهارده عبارة عن ايه. عبارة عن فراخ وبطاطس. هنعمل النهارده احلى صينية بطاطس بالفراخ. وهنقول دلوقتي هيبقى معانا ايه. هيبقى معانا فراخ، اي كان الفراخ اللي انت هتعمليها او القطع اللي انت هتعمليها زي ما انت عايزة. فرخة كاملة، حاجة بسيطة اللي عندك وموجود يقضي طبعا. فانا هنا جبت الفراخ وغسلتها كويس جدا، وهبدأ ان انا افتحها كده شرايح علشان اتبلها بالبصل. ده فلفل انا مقطعاه وعاملة بصل حلقات، ومقطعة البطاطس شرايح مدورة كده علشان صينية البطاطس. طبعا البهارات: ملح، فلفل اسمر، كزبرة، كمون، بابريكا، بهارات فراخ. اي بهارات موجودة عندك انت بتحبيها تقدري تحطيها. هنا البصلة انا كنت مقطعاها قطع صغيرة، وكنت دعكاها بفلفل اسمر وملح كويس جدا وعصرة ليمونة. هبدأ تحت الجلد ان انا احط حاجة بسيطة خالص، علشان وانا بشوحها دلوقتي هقول لكم ليه. انا حطيت تحت الجلد كده شوية بصل بالبهارات. انا كنت مبهراه بالفلفل الاسمر. وبدأت ان انا تحت الجلد عند الصدر كده احط شوية والورك احط شوية. المهم ان هي تتبل كويس جدا بالبصل ده. وهبدأ ان انا احط اي حاجة موجودة عندك على النار، وهتحطي معلقة سمنة او معلقتين سمنة، وهتسيبيهم كده لحد ما تحسي ان هما سخنوا، علشان ننزل بيهم بالفراخ. هي طعمها بيبقى تحفة، وبتبقى بسيطة جدا، وبتبقى سريعة خالص، ما بتحتاجش منك مجهود كتير ولا اي حاجة. هنا طبعا حطيت كمان معلقة زيت، بقى معلقة سمنة ومعلقة زيت. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش اهم حاجة تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعملي لي لايك لو سمحتي. هبدأ كده ان انا انزل بالفراخ. عايزة امسك الفراخ دي اخلي لونها يبقى اصفر شوية كده، وتبقى معمول لها صدمة وتنشف من اي حاجة فيها. المعلقة السمنة دي بتخلي الفراخ نفسها تحفة. وكمان لما بتمسكيها بتعملي لها صدمة كده، ما بتاخدش وقت خالص في السوا، وبيبقى لونها تحفة. انا مرضتش اكتر البصل في الفراخ وانا بحطه تحت الجلد كده، علشان ما ينزلش في المكان اللي بحمر فيه ويبقى محروق وهيدي طعم مش كويس. فانا مش عايزه يبقى فيها حاجه تبقى محروقه او تدي مراره او كده. فانا هبدا ان انا اقلبهم كده ياخدوا لون اصفر شويه، علشان لما احطهم في الفرن يبقى لونهم حلو. وهجهز معاكم كده الصينيه، هدي عليه شويه وجهز معاكم الصينيه. هحط البطاطس تحت كده افردها في الصينيه من تحت، على حسب بقى تشوفي صينيه على حسب الحاجه اللي عندك عشان تبقى واخده راحتها. وهبدا ان انا انزل بالبصل وهفردهم كده، والفلفل، المكونات اللي احنا قطعناها كلها هننزل بيها. ده توم، يعني انزلي بثلاث اربع فصوص توم كده مهروسين. ابدأي انزلي بيهم، وابدأي حطي بهاراتك واديها دعكة محترمة. احنا عايزين دعكة كويسة جدا تخلي كل حاجة تندمج مع بعضها. شوية البصل اللي كانوا موجودين عندي اللي انا كنت دعكاهم بالفلفل الاسمر، انا هبدأ انزلهم كمان. وهجيب بقى البهارات. مش هحطها على الصينية كده، هجيب شوية زيت وهحط البهارات كلها في الزيت. البابريكا والكركم وكل البهارات اللي انا حطيتها دي هجيبها في الزيت، لانها هتندمج كويس جدا، وهي مع الزيت بتبقى داخله جدا في البصل، مديه نفس كده ونكهه تحفه. فهبدا ان انا احطها. وطبعا ابداي ان انت دعكي المكونات دي كلها مع بعض دعكه كويسه بايدك بقى. اللي تلبسي جوانتي بقى تدعكي بايدك، دي حاجتك انت اللي هتاكليها زي ما انت عايزه. وانا هنا خلاص كنت خليت الفراخ اديتها كده لون اللي انا عايزاه. هحط الفراخ. وانا كنت عامله برضو طماطم، عصير طماطم. اديته بس كده غلوة على النار علشان ما يبقاش خفيف قوي. كنت بوريكم الفراخ وانا حطيتها. وهنزل برضو بعصير الطماطم معانا. عايزة بقى تزودي عصير الطماطم ده مية زي ما انت عايزة. انا مدياها تشويحة، يعني شوحتها يجي مثلا 10 دقايق ربعاية. انا شوحتها كويس جدا، ما فيش فيها اي حاجة، نشفت وبقت تمام.
هبدأ انزل بقى بالعصير الطماطم ده كله كده على الوش. عايزة تحطي معاه كوباية مية اللي يريحك. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة انا بنزلها توصل لكم بأمر الله. هنا انا نزلت كل الطماطم اللي انا حطيتها، ولو عايزة بقى تنزلي كمان بشوية مية كده تمام، مش عايزة هي هتنزل وتبقى حلوة. طبعا حطيتها في الفرن على نار، انا كنت مسخنة الفرن وعليت شوية على بال ما بدأت تغلي معانا كده، وبعد كده هديت وولعت من فوق وبقت بالشكل ده. تبارك الله تحفة، دايبة دوب مستوية جدا، شكلها جميل. جربوها وان شاء الله تعجبكم، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي بإذن الله. وهنا كنت بعرفكم وبوريكم قد ايه هي مستوية خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام عليكم.